اسهل طريقه باش نصوبوا هذا المكرون كبير بالفرومبواز وبلا كريم ديالو. تبعوا معايا الوصفه. هنا اول حاجه انا غربلو 130 غرام ديال بودره اللوز و190 غرام ديال السكر كلاصي. انا كنكبهم في واحد الاناء وكنحاول غير نسجمهم. وهنا نطلع 120 غرام ديال بياض البيض مع 90 غرام ديال السكر سنيده. انا كنطلع وانا كنضيف غير شويه بشويه حتى نحصل على لو بيك دوازو. غنشوف غير واش عندي المنقار. هاهم كيما كتشوفوا راه مازال كيهبط واحد شويه. نعاود نتيستيو. هانتوما شوفوا هذا هو المنقار اللي خصنا نحصلوا عليه. ما كيهبطش هانتوما راه ما كيهبطش كيما كتشوفوا. دونك انا نضيف ملون على شكل بودغ. ما عمركم تضيفوا ملون سائل سواء بودغ سواء جيل. ثاني حاجه فاش كنجيو نحيدو لي باتور كيبقاو واقفين بحال هكا. انا عندي البودره ديالي ونضيفها دفعه واحده. هنا في الاول غير كنخلط، يعني ما كندير حتى شي حاجه، غير كنخلط. وهنا نبداو المكروناج. كنطلع لاباط ديالي وكنجي نبرك عليها. كنطلع لاباط وكنجي نبرك عليها. دونك انا نجيو نشوفوا واش القوام هو هذا اللي خصنا ديال المكرون. كتشوفوا ان راه هو راه كيهبط بحال الخيط. فاش كندير هذه العمليه شوف كيفاش كيهبط بحال الخيط. كنعرفوا اننا احنا خلطنا اسي. الا خلطنا اكثر من هكا لا يوقع هو ان غتولي سائله وبالتالي غتسيح لنا في البلاطو. وكنجيو نبوشيو جوج ديال الدوائر يكونوا قد انا كنستعمل هاد السيركلاطاغ باش كيعاوني انا نديرهم قد ويكونوا دائريين مزيان. صافي وكنخليهم ينشفوا واحد نص ساعه المكانه قبل ما كنطيبوهم على 160 درجه بالمروحه الفوق والتحت لمده 20 دقيقه باش تعرفوا انهم راهم طيبين. ديك السنيسله والفوقاني ديالهم كيكونوا لاصقين، يعني ما كيبقاش تحرك الفوقاني بلا سنيسله، كيكونوا لاصقين بجوجهم. كنخليهم يبردوا قبل ما كنديروهم في الكونجيلاتور حتى كيقبطوا راسهم. على ما كيقبطوا راسهم هنا غادي نديروا لا كريم ديالنا وغادي نوجدوا لي فرامبواز ديالنا. بالنسبه لا كريم شونتيي ما كنحليوهاش بزاف حيت كنعرفوا ان لي ماكارون كيكونوا ديجا حلوين. فاش كطلع هنا كناخذوا ماكارون واحد كنقلبوه على وجهه، كنستفوا لي فرامبواز ديالنا على هذه الطريقه هذه، يعني في الجوانب ديال الماكارون ديالنا، وكنبوشيو لا كريم شونتيي بهذه الطريقه هذه. الا بقاو لكم لي فرامبواز ممكن لكم يعني تزيدوا دي فرامبواز هكا في الوسط قبل ما كنديروا الماكارون الثاني، وكنحطوه في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور حسن واحد ساعتين المكانه حتى كيبرد مزيان باش كناكلوه بالقوام ديال الماكارون، يعني كيكون مقرمش على برا ورطب لداخل. ما تبخلوش عليا بلايك بالتعليق والاشتراك باش يوصلكم الجديد. شكرا.